وبالعودة إلى الحكم الصادر بحق السيد أو الدكتور البلتاجي بتهمة إهانة القضاء، تنضم إلينا عبر الهاتف زوجته السيدة سناء. سيدة سناء، مرحبا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. تعليق حضرتك على الحكم؟ هو اللي حصل النهارده بالتحديد يعني ان مدير الامن بيوجه للدكتور البلتاجي، بيقول له ان انت متهم بالتحريض امام قصر الاتحاديه. فالدكتور البلتاجي بيقول له انت هل رايتني امام قصر الاتحاديه؟ قال له نعم رايتك. فقال له كيف رايتني وانا في هذا اليوم كنت متواجد في مؤتمر في الفيوم، حيث ان الدكتور البلتاجي كان عضو لجنه، كان بيرأس لجنه الحوار المجتمعي في اللجنه التاسيسيه، وكان عنده في هذا اليوم مؤتمر استطلاع راي المصريين في وضع دستور مصر. فكان في هذا اليوم غير متواجد بالقاهره خالص. فلما بين له وقال له طب يعني استعلموا من شركه المحمول للاتصالات ان انا في هذا اليوم ان ما كنتش موجود اصلا في القاهره وكنت خارج القاهره، كنت في الفيوم. فيبدو ان المحكمه لما رأت نفسها في موضع غير لائق، ولكن الدكتور بلتاجي بيرد هذا الرد ان هو يعني ان ما كانش متواجد، كيف تدعون عليه او تتهمونه بالتهمه دي على اساس ايه؟ فيبدو المحكمه لقت نفسها في حرج، فراحت مطلعه اصدرت هذا الحكم بان هو اهان هيئه المحكمه، وطلعت الحكم عليه بحبس عام. يبدو ان احنا كمان في سلسله اصدار احكامات، في احكام جديده هتصدر في هذه الايام، احكام كتير، وده اللي باين من خلال المحاكمات يوم بعد يوم، عمالين كل يوم. فبيتبعوا معانا سلسله تكميم الافواه. يعني هل ليس من حق المتهم ان هو يدافع عن نفسه ويتبرأ من تهمه بيتهموه بيها؟ مش من حقه ان هو يتكلم ويقول ان انا ما كنتش متواجد في اليوم دوت؟ ازاي شفتوني؟ ايه اللي عمل الدكتور بلتاجي عشان اهان هيئه المحكمه في هذا الوقت؟ غير ان قضيه الاتحاديه اصلا الدكتور البلتاجي المتهم فيها، المفروض ان القضيه دي كانت معده، اوراقها كلها، اوراق القضيه كلها جاهزه ومعده من يوم 12/6. اسم الدكتور البلتاجي ما كانش في قضيه الاتحاديه اصلا بالمره، ادرجوا اسمه في القضيه يوم 31/7، يعني بعد الانقلاب العسكري، يعني بعد بالتحديد لما بان موقفه من رفضه للانقلاب العسكري. فبالذات يعني هو القضيه ملفقه من اولها لاخرها، 31 قضيه. النهارده بيصدر حكم من هيئه المحكمه باهانه هيئه المحكمه. ايه هو الاهانه؟ واحنا شايفين ان احنا النهارده حكمين صدروا النهارده باهانه هيئه المحكمه، وده اللي بيحصل على مدى الايام اللي فاتت، عشان ما فيش حد لما يطلعوا احكام في الفتره اللي جايه ما حدش يفتح بقه، ما حدش يتكلم خالص، ما حدش يعترض على اي احكام بتصدر منهم خالص. اخر مره زرتي دكتور البلتاجي كانت امتى؟ والله للاسف احنا منعت عنا الزياره من فتره طويله جدا، تقريبا دلوقتي داخلين في 4 شهور ما فيش اي زياره خالص، غير بتصريح من النيابه. طبعا التصريح فيه تعنت شديد جدا جدا في ان هم يستخرجوا لنا تصاريح. احنا دلوقتي بقى لنا 3 أسابيع ما زرناش الدكتور البلتاجي ولا نعرف عنه اي اخبار خالص، غير ان الزياره لو حتى تمت فبتبقى من خلال الحائل الزجاجي اللي بيمنع التواصل ما بيننا وبينه بشكل طبيعي، اللي هي الزياره المسجله والمتصوره من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، عشان يشوفوا احنا ازاي بنتكلم او احنا بنقول ايه، او لكيفيه يعني سهوله التنصت عليها من اولها لاخرها. يعني استاذه سناء، يعني بعد كل اللي بتوجهوه لينا دوت، احنا هم عايزين يكمموا الافواه، عايزين يكمموا الافواه داخل المحكمه، ما حدش يعترض على اي احكام، ما عايزين يكمموا الافواه في الشارع، ما حدش يعترض على اي حاجه هم بيعملوها وما حدش هينزل الشارع. لا، احنا بعد اللي حصل لنا، بعد ما قتلتوا بنتنا، بعد القضايا الملفقه للدكتور البلتاجي 31 قضيه، بعد ما اعتقلتوا ابني انس، لا هو هيسكت البلتاجي من غير طبعا اي اهانه ابدا، ولكن من حقه ان هو يدافع عن نفسه في هيئه المحكمه. من حقنا ان احنا كمصريين ننزل ونعبر عن راينا بكل سلميه في الشارع، وان احنا معترضين على حكم العسكر لغايه ان شاء الله ما سينكسر هذا الانقلاب قريبا باذن الله. استاذه سناء البلتاجي، زوجة دكتور محمد البلتاجي، كنت